منى كانت بتحس بتعب دايم وشعرها بيقع، وكل يوم حد يقولها خدي فيتامينات. بس يا ترى إيه السبب الحقيقي؟ دخلنا جوه جسم منى وسألنا كرات الدم الحمراء إيه اللي مضايقكم؟ إحنا تعبانين، مفيش حديد، مفيش حمض فوليك، إحنا بننهار. بس مش كل تساقط شعر سببه أنيميا، ساعات الشعر نفسه بيعاني من حاجات تانية. إحنا عايزين فيتامين دي وزنك وبيوتين، بس من غير تحاليل، لا تشخيص. الدكتور قالتها بوضوح، الفيتامينات مش لبان. لو عندك أنيميا محتاجة تحليل صورة دم كاملة، ولو شعرك بيقع حللي الزنك والفيتامين دي. خدي الفيتامينات الصح في الوقت الصح، بعد التحاليل مش قبلها. صحتك مش تجربة. لو بتحسي بتعب أو شعرك بيقع ما تتصرفيش لوحدك، اعرفي السبب الأول واختاري الحل الصح. وبكده يكون حلقة النهاردة خلصت. كانت معاكم الدكتورة رضوى يسري من قناة دكتور فارماكوبي. انتظروني في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.